وكان لدينا نقطتين موجودتين في حي الشيخ مقصود نور الأشرفية. نقطة طبية، كان في سيارة إسعاف كمان تقوم بالحالات الإسعافية، وكان لدينا مركز يقدم الدعم للذين فقدوا أطرافهم في النزاعات وتركيب الأطراف الصناعية. نحن تابعنا الأوضاع من خلال كوادرنا التي تعمل على الأرض في الشيخ مقصود. كان هناك معلومات واردة إلينا منهم بأن الوضع كارثي، خاصة أن الحيين كان منذ 5 شهور ضمن حصار مشدد. المساعدات الطبية ما كانت تدخل الحيين. المشفيين الوحيدين الذين كانوا يعملان في الحارة الأشرفية والشيخ مقصود مشفى عثمان ومشفى خالد فجر. كان هناك 3 مشافي كانت تعمل بطاقة قليلة جدا. المستلزمات الطبية كانت قليلة جدا. وفي فترة الهجوم منذ 6/1/2026 كان هناك قصف بالمدافع وعلى الحيين، وكان هناك إصابات كثيرة، وكان هناك مرضى ما يقارب 300 ألف نسمة موجودين في الحيين، كانوا يحتاجون إلى الرعاية الطبية. كان الوضع مأساوي. نحن وجهنا نداء إلى المنظمات الإنسانية وإلى المجتمع الدولي وإلى الحكومة المؤقتة في دمشق بضرورة فتح الممرات الآمنة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية لأهالي الحي. للأسف لم تكن هناك أي استجابة، حتى تواصلنا مع الصليب والهلال الأحمر العربي السوري لإجلاء بعض المصابين الذين يحتاجون إلى التدخل السريع لإنقاذ حياتهم. لم تستجيب حكومة دمشق حتى للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليين، وكان هناك قصف مستمر ولم تكن هناك أي هدنة لإجلاء المصابين. للأسف كثير من المصابين فقدوا حياتهم حسب ما ورد إلينا من الكادر الطبي للهلال الأحمر كل كانوا موجودين في الحي.